في ناس كتير بتسالني بعد ما بتتعاقدوا معانا مع سمسم ايه اللي بيحصل؟ هل بتبداوا الاعلان على طول ولا في مراحل معينه؟ في الفيديو ده هشرح لك 5 مراحل بتحصل من اول يوم التعاقد لحد ما منتجك يبدا يبيع فعلا. المرحله الاولى بعد التعاقد، اول ما بنخلص التعاقد بنبدا برفع منتجاتك على الويب سايت، بنراجع البيانات والصور والاسعار علشان نضمن ان المنتج بتاعك ظاهر بشكل احترافي. بعد كده بندخل على مرحله مهمه جدا وهي مرحله الاختبار، ودي تاني مرحله. المرحله دي هي اللي بنختبر فيها الميديا والمنتجات اللي عندنا، يعني بنشوف هل المنتجات والصور دي بتشد الناس فعلا ولا احنا محتاجين نعمل محتوى من الاول. بعد كده بنبدا فعليا ان احنا نشغل اول حمله اعلانيه بس بميزانيات قليله. طب ليه؟ عشان نختبر المحتوى، المنتجات، وعلشان نقدر نقرر ايه المنتج الوينر الحقيقي اللي هنكمل عليه الاعلانات. العمليه دي بتاخد من 5 ل 7 ايام على الاكتر، نجمع فيها ارقام ونتائج يا اما ايجابيه يا اما حاجات محتاجه تعديل. وهنا بندخل المرحله الثالثه. لو النتائج كانت ضعيفه بنعرف السبب ونعرف المشكله في المحتوى ولا في السعر ولا على الويب سايت عندنا، وبنصلح وبنبتدي تاني بسرعه. طب لو النتائج كانت قويه بندخل على المرحله اللي بعدها. لكن خلينا افكرك، احنا كل ده بنقوم بيه بناخد منك جنيه واحد بس ولا حتى فلوس الاعلانات. يعني احنا في سمسم مكسبنا من مبيعاتك والمخاطره كلها علينا احنا، وده دورنا بدعم منا لكل الصناعات المصريه. فخليني بقى اخدك على المرحله الرابعه، ودي اللي هي بنكون عدينا فيها مراحل التست كلها وحددنا المنتجات الوينر اللي هنشتغل عليها، فبنبتدي ساعتها ناخدها ونخزنها في مخازننا. طب ده ليه؟ عشان نرفع نسب التسليمات وعلشان خاطر سرعه الشحن. بنبدا نزود عليه الصرف الاعلاني تدريجي لحد ما يوصل لمرحله ان هو يتصرف عليه اعلانات بتصل ل 7000 جنيه يوميا. بعد كده بندخل بقى في مرحله الاستثمار الحقيقي. في المرحله دي انت بتعمل لك خطه ميديا كامله خاصه بمنتجاتك انت بس، صور، فيديوهات، ريلز، حاجات يو جي سي. وساعتها الصرف على منتجاتك بيكون انليمتد، كل اللي بنبص عليه هو الرؤاز اللي بيجي من ورا منتجاتك دي. كده انا حكيت لك ال5 مراحل، ولكن في نقطه مهمه جدا انا نسيت اقولها لك. في عوامل كتير ممكن انت تساعدني فيها تختصر عليك وقت التست ده ونعمل لها زي شورت كات كده. اولا لو انت من اول موفر عندك محتوى كويس اقدر اشتغل بيه تيست. ثانيا لو عرفتني ان انت ايه هي المنتجات الوينر اللي عندك اللي انا ممكن اقدر اشتغل بيه. باختصار شديد وبالبلدي ان انت تكون مساعدني علشان تبقى كده احنا بنبدا من نص الطريق مش من اوله، وده بيخلي المنتج بتاعك يدخل مرحله التوسع اسرع بكتير. في سمسم احنا مش بنبيع اعلان، احنا بنبني نجاح لمنتجك خطوه بخطوه، ولكن احنا اللي متحملين المخاطره كلها من اول التجهيز للاختبار للتحليل لحد ما نوصل ان منتجك ده ينتشر ويحقق ارقام حقيقيه على الارض. فانت لو عندك براند مصري وعايز توصله لاكبر عدد من الناس اذا كان جوه مصر او بره مصر، وعايز فعلا تدخل المنظومه دي، ابعت لنا دلوقتي على ارقامنا وحد من فريق الاكونت مانجرز هيتواصل معاك، وابدا رحله النجاح بتاعتك مع سمسم، بوابتك العالميه للمنتجات المصريه.